خدت الكورس، فهمت، بس كل ما تفكر تقدم تحس ان انت لسه مش جاهز، حاسس انك لسه محتاج تتعلم اكتر او ان السوق مش مديك فرصه. بس الحقيقه المشكله لا في السوق ولا في الكورس. انا بقى كنت هناك لان ده حصل معايا شخصيا، خدت كورسات واتعلمت وفضلت واقف مكاني زي ما وكل شغل ابداه ارجع اقول لا لسه مش دلوقتي، انا مش جاهز. لحد ما كتبت البرومبت ده للاي اي، قلت له why do I still feel already after completing a course. الرد هنا كشف لي جزء عن نفسي ما كنتش شايفه خالص. قال لي you don't feel already because of lack of knowledge, you feel already because you tied readiness of external validation. يعني انا مستني ان حد يختارني عشان احس ان انا جاهز، وده بقى اسمه validation trap، فخ اثبات الذات من بره، انك تفضل تتعلم لحد ما حد يقول لك من بره انك جاهز يلا خش. وده بقى بيولد شعور اسمه امباستر سيندروم، وهم بيجي لك انك مش كفء كفايه حتى لو معاك كل المهارات. المشكله الفعليه مش في الكورس، الكورس مجرد بدايه مش تذكره ان انت جاهز، وده بيديك المفاهيم مش بيديك المهاره. واحنا محتاجين نعرف شويه المفاهيم المهمه قوي. يوز كيس ثينكينج، يعني تقدر تترجم المعلومه لسيناريو حقيقي. هاند اون براكتس، يعني تشتغل فعليا، تمد ايدك في الشغل، يعني تجرب وتشغل وتصمم وتعمل غلط وتعمل صح وتفضل تعيد في الموضوع ده كذا مره. داتا درايفنج ثينكينج، يعني تبني شغلك على نتائج وارقام مش احساس. ونيجي لاهم واحده فيهم، بروبلم سولفنج مايند سيت، يعني بدل ما تستنى فرصه تخلق موقف وتحله. ودي كانت مشكلتي انا الفعليه، اني كنت فاكر ان الكورس هو اللي هيحطني على اول الطريق، لكن اللي بيحطك فعلا انك تطبق بنفسك، سواء كان براند وهمي عملته لنفسك او حتى صفحه بتجرب عليها ادوات التسويق او حتى مشروع تطوعي انت اشتغلت عليه كانه حقيقي بجد. وده بنستخدم له نوع اسمه براكتس تريجرنج برومبتس. نوع من البرومبتس بيحفزك تبدا شغل بنفسك من غير ما تحتاج عميل، وهديك مثال عليه. Give me 3 marketing strategy for a fictional online perfume store I created assuming zero budget. يعني بقول له اعمل لي 3 انواع استراتيجي ستور بتاع بيرفيوم خيالي، البادجت بتاعتنا زيرو. ليه بقى بتقنع نفسك انك مش جاهز؟ عقلك ساعات بيعمل حاجه اسمها سيلف سابوتاج، بيخليك تحط شروط مثاليه من قبل ما تبتدي. بيعمل ده عشان يحميك من احتماليه الرفض او الفشل. ده بقى مرتبط بالفير اوف جادجمنت، انك تفضل في وهم الاعداد قبل ما تواجه السوق الحقيقي. طب الحل ايه؟ ناخد كورس تاني؟ لا طبعا، الحل انك تبدا على طول، وانك تبدا قبل ما تحس انك جاهز. فاكر البرومبت اللي انا كتبته في الاول؟ انا عدلت عليه شويه بعد ما فهمت شويه الكلام ده، وبقى help me design a weekly challenge to apply what I learned in marketing and track my results. وده غير كل حاجه. الخلاصه، لو انت حاسس انك مش جاهز جرب تكتب البرومبت ده why do I still feel ready after completing a course، وابعت لي في الكومنت ايه اللي اكتشفته وايه اول خطوه هتبدا بيها. وعايزك تفتكر وتعرف ان الاي اي مش بيكتب بوستات، الاي اي ممكن يكشف لك الحقيقه اللي انت نفسك خايف تقولها بصوت عالي. ابدا وبعد كده طور مش العكس. ولو عايز اي برومبت انا بكتبهم كلهم في وصف الفيديو او اكتب لي في الكومنتس هبعتهم لك برده. وما تنساش اللايك والفولو والشير لعلنا نستفيد. سلام.